السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي فيديو جديد على قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نبدأ بالصلاة على الحبيب يا الحباب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ وصفتنا لنهار اليوم. بالنسبة للوصفة لنهار اليوم عندنا جينواز باش نديرو الكيك تاعنا تاع عيد ميلاد. بالنسبة للمقادير واش عندنا ست حبات تاع البيض، 150 غرام تاع السكر كريستاليزي، عندنا 150 غرام تاع لافارين، رشه تاع الملح ومغرفه صغيره تاع لافاني. 6 حبات تاع البيض هذوك نفصلوا الصفار على البياض، نحطوه في البول ونديروا رشه تاع الملح ونطلعوه بالباتور. كي ترغون شويه معانا نبداو نضيفوه في هذاك السكر تدريجيا، يعني على 2 مرات ولا على 3. من بعد ما يطلع معانا يعني الفيديو راه يشرح نفسه على كل حال. لهنا خياتي من بعد ما يطلع معانا القوام تاعو لازم يكون ثقيل وكريمي، يعني كي تقلبي البول تلقاي البول ما يسيلش منه السوائل. وكي تغلقي الباتور تاعكم ولا البيتخا تلقى لا ماريس تاع الباتور، تلقى عفوا تاع الفوي، تلقى في الرؤوس نتاع الفوي تاعكم يخرج هكا يخرجوا قوام حادة. ونعطيكم معلومة خياتي، القاعدة واش تقول هاد الطريقة تاع لاني كوستا. عندنا الطريقة الكلاسيكية والطريقة تاع لاني كوستا. انا بديت لكم بالطريقة تاع لاني كوستا. بالنسبة للمقادير خياتي، كل حبة بيض يساويها 30 غرام تاع السكر مع 30 غرام نتاع الفارينة، يعني ما نزيدو ما نقصو. برك في السكر الا حبيتو، بالنسبة لي انا دايما في الحلاوة نقص، الا درتو 30 غرام في الحبة هي هذيك، وإلا ما حبيتوش حبيتو تنقصوا ديروا 28 غرام. انا درت 25 غرام في كل حبه تاع البيض، ندير 25 غرام ونضربهم في 6 ونوزن مقادير تاع السكر بالنسبه للسكر. اما بالنسبه للفارينه لازمها تقعد على حالها، يعني 30 غرام في الحبه تاع البيض يعني 30 غرام. بالنسبه للبيض كيفاش تعرفوهم باللي حبه تاع البيض، راه كاين البيض اللي متوسط وكاين الرقيق وكاين الكبير. انا راني نهضر على البيض الكبير. 6 حبات تاع البيض المقادير تاعهم هي 30 غرام تاع الفارينه و30 غرام نتاع السكر. من بعد ما طلعنا هذاك البيض مع السكر، نزيدو صفار البيض ونزيدو مغرفه تاع لافاني ونزيدو نطلعوهم شويه. نجيبو هذيك الفارينه 150 غرام تاع الفارينه اللي كنا وزناها مسبقا، نغربلوها بالصفايه على 3 دفعات ونقلبو من تحت لفوق باش نخلطو، باش ما يحبطناش هذاك الخليط. بالنسبه وبالنسبة للقطر اللي طيبت فيه مولي كيك تاعي، هو 20 في القاعدة و10 في العلو تاعو، يعني ماشي طالع بزاف. انا درت زوج. نقول لكم معلومه واحده اخرى ثاني نسيت ما قلتها لكمش. دائما كي تبداو تطلعوا في البيض شعلوا له الفوق تاعكم على 180 درجه. كي تكملوا العمليه تاعكم تحطوا الخليط في سنيوه ولا في المولي كيك تاعكم، دخلوه يطيب على 180 درجه مده من 45 دقيقه حتى لساعه، ما تحلوش عليه. وقتاش تحلوا عليه كي يجوز 35 دقيقه على الاقل. دخلوا الكيردون، يكون عندكم كيردون ولا هذوك العواد تاع الشواء، ندخلوه ونخرجوا الى لقيتيه ناشف، يعني راه طاب، ما تخرجيهش باش ما يديش لكش انشوك. طفي له فوق وخليه مده 5 دقائق حتى يبرد شويه وخرجيه باش ما يحبطش معانا. كيما راكم تشوفوا في الفيديو رانا حطيت هذاك الخليط ودرته بعواد الشواء باش كما نقولوا نسوي السطح نتاعي. لهنا رانا حطيت البابي كويسون، درت ورق الزبده وحطيت الزبده في القطر وغلفته يعني بابي كويسون في القاعده ومن الفوق، وخلشت شويه باش الا طلعت لي ما تسيحش كيما راكم تشوفوا. وبالنسبه كيما نقولوا لا جينواز كي نخرجوها ونديموليوها نحطوها في بابي سيلوفان ونحطوها في الثلاجه تبات ليله كامله. علاش؟ باش ما نقطعوهاش ديريكتومون لانها راح تفتت معانا، يعني راح تلقاي صعوبة باش تقطعيها. خليها ترتاح. بالنسبة للقاناج عندي هذا النوع تاع شوكولا بالحليب، وعندي اوبلا.
متوفره في الجزائر. وانتم نوع الشوكولا ديروا اللي حبيتو. القاعده تاني واش تقول دائما شوكولا، الكميه تاع الشوكولا نضربوها في 1.5. عندي 100 غرام تاع شوكولاته بالحليب، نديروا لها 150 غرام نتاع لا كريم ليكيد. نسخنوا هذيك لا كريم ليكيد بيان ونحطوا شوكولاته نخليوها مده 5 دقائق. كي تذوب معانا نخلطوها بلا ماريس ونضربوها بالميكسور باش نتاكدوا باللي شوكولاته ما قعدتش حبيبات صغار. والدور تاع الميكسور واش هو يخلي لك القوام يخرج لك كريمي ويجي بنين صراحه. جربت الطريقه العاديه او جربت بالبغا ميكسور، يعني بالبغا ميكسور احسن. جربوها ورجعوا لي بالخبر. من بعد ما نرحيو هذيك الشوكولا ونحسوا باللي القوام تاعها خلاص دابت معنا شوكولا، نزيدوا هذيك 100 غرام نتاع لا كريم ليكيد. يعني 150 مع 100 غرام هي 250 غرام في 100 غرام تاع الشوكولا. ال 100 غرام هذيك دائما مع الاخر، يعني الكميه تاع الشوكولا دائما نضربوها في 1.5. والكميه تاع لا كريم فخاش اللي تكون سايله هي 100 مليلتر عفوا. نخلطوا هذيك 100 مليلتر نتاع لا كريم فريش ونخليوها تبرد تماما ونغطيوها بالبابي سيلوفان ونخليوها تبات ليله كامله. من الاحسن تبات ليله كامله، والا كنتم مزروبين خليوها ترتاح حوالي 5 سوايع حتى ل6 سوايع وبداو مونطيو بها. بالطبع لازم تطلعوها. انا الصراحه كنت صورت المقطع باش طلعت الكاناج، وكنت طلعت لكم او كنت عفوا فيلميت كيفاش خرجت لي كيما نقولوا لا جينواز تاعي. بصح لا غالب واقيلا مسو دراري في التليفون تاعي وسوبريماوه. اللي لحقت النقطه من هذا الفيديو نقول لك ما تنسايش تشتركي في قناتي وتفعيل زر الجرس وبارطاجي مع الحباب والاصدقاء لتعم الفائده. وما تنساونيش بالجام والدعم فضلا وليس امرا. نقول للمشتركات الجداد نورتوني. ربي يخليكم اللي درتوا فيا ثقه. نورتوني حبيبات قلبي. بالنسبه اللي حابه ندير لها دوره تعليميه مجانيه على القناه تاعي من الال للزاد، الكيك ديزاين لي كريم اللي نديرو فيهم بزاف حوايج بزاف معلومات. اكتبوا لي في الكومنتير وراح ندير لكم دوره مجانيه. لنهاية الفيديو نقول لكم ما تنسونيش بالدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس وبارطاجوا مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة. استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. سلام.